وانا خصيم الجيش المصري الى يوم الدين. لا الجيش معترف. وريني وريني دلوقتي حالا الجيش اعترف بيها امتى؟ هريدي يرحب بكم. عظم غفلة بين أشرف الساعد ومحمد الهاشمي على قناة المستقلي. اوعى تفوته، اوعى. اعمل لايك وتعالي. بنت البلتاجي الله يرحمها، اتذكر اظن مره انت كنت معانا وجبنا الفيديو حقها وهي واقفه ومسكين جتها القناص ضربها من فوق. في العشية كان في عظم غفلة بين محمد الهاشمي وأشرف الساعد على قناة المستقلي عن الجيش المصري. محمد الهاشمي ما يقول شفنا الفيديو بتاع أسماء البلتاجي لما القناص بتاع الجيش ضربها من فوق المبنى. ايه اللي بيخليك تطلب ان تحشر مع من قتل البت ديك مثلا؟ وما يقول الأشرف الساعد ايه اللي يخليك وانت قاعد في لندن ومرتاح وفي الأمان انك تحشر، تطلب انك تحشر مع اللي قتلوا أسماء البلتاجي؟ عارفين طبعا يقصد مين. أشرف الساعد طبعا يتوصاش، رد عليه قال له اياه. انت قلت مين اللي قتلها؟ قتلها القناص، معروفه. معروف. لا الجيش معترف. وريني دلوقتي حالا الجيش اعترف بيها امتى؟ طبعا طلعت في دماغ أشرف الساعد إنه يحرج محمد الهاشمي. قال له لا أنا عاوز أشوف الفيديو اللي اعترف فيه الجيش دلوقتي. أنت ما تقول إن الجيش اعترف إنه هو اللي قتل أسماء البلتاجي، لا أنا عاوز أشوف الفيديو دلوقتي. أيها المشاهدون الكرام، الدكتور محمد الهاشمي قال الجيش اعترف إن هو اللي قتل بنت البلتاجي، وأنا بقول له على الهوا أهو، لو هو جاب لي ان الجيش اعترف ان هو اللي قتل بنت البلتاجي انا حالا هتراجع عن كل ما قلته قبل كده، وانا خصيم الجيش المصري. محمد الهاشمي طبعا حس نفسه اتحط في موقف محرج وانه معهوش الفيديو. قال لي الفيديو كان معانا لكن للاسف دلوقتي الفيديو مش متوفر معانا دلوقتي. انت زمان كان عندنا الفيديو لكن ده دلوقتي صعب ان نحصله. وحاول طبعا محمد الهاشمي يغير الموضوع. اشرف الساعد يسكت؟ لا، برضه حط العقدة في المنشار وقال له برضه تغير، تلف يمين تلف شمال، لازم تجيب لي الفيديو اللي اعترف فيه الجيش بانه قتل اسماء البلتاجي. مش هسيبك غير لو جبته. دكتور محمد الهاشمي قال دلوقتي حالا على الهوا ان الجيش اعترف ان هو اللي قاتل بنت الدكتور البلتاجي. محمد الهاشمي يحاول يهرب يمين يحاول يهرب شمال، واشرف السعد واقف له على الواحدي. كرسي مصيبة من مصايب الزمن. أشرف الساعد من يمين ومش شمال ومش هيعتذر، خلي بالكم. بس الجيش لن يعتذر للجيش المصري. الجيش